وصفتنا النهاردة وصفة جميلة ما يختلفش عليها اتنين. مفيش حد طبعا ما بيحبش الحمام. في ناس بتعمل الحمام محشي فريك وناس بتعمل الحمام محشي رز. انا النهاردة هعمله محشي فريك، وهقول لكم على كل الخطوات اللي تخلي الحمام يطلع ناجح معاكم، وهقول لكم كمان على الاسرار اللي تخلي الملوخية تبقى خضرة وجميلة بالشكل ده. وهنعمل جنب منه رز حبة وحبة، وهقول لكم على كل الخطوات اللي تخلي الحمام يطلع معانا ناجح وما يتفضش معانا في الحلة. شايفين طالع حلو ازاي؟ يلا بينا اقول لكم على كل الخطوات وكل الاسرار اللي تخلي الحمام يطلع معانا ناجح. يلا بينا. في البداية بشوح الفريك اللي هنحشي بيه الحمام. معايا طاسة فيها معلقتين كبار سمنة. الفريك طبعا انا غسلته كويس وصفيته من المية كويس، ما نقعتوش خالص، غسلته بس. هنزله في الطاسة اللي فيها السمنة، وبعدين معايا بصلة مبشورة هنزلها على الفريك وهقلبه كويس، وبعدين اضيف الملح وفلفل اسمر. والملح والفلفل على قد الكمية اللي احنا هنعملها، يعني ممكن في ناس تعمل كمية اكتر، ناس تعمل كمية اقل. بالنظر كده بنحط ملح وفلفل، وهنقلب فيه شوية لمدة 5 دقايق لحد ما يتشوح كده على النار، وبعدين ناخده ونحشي بيه الحمام. بعد ما شوحت الفريك هنبدأ نحشي الحمام. بجيب طبق احط فيه واحدة من الحمام كده، وبكون شايلة الجلد من على اللحم بتاع الحمامة كده بالشكل ده، عشان نحشي بين الجلد وبين اللحم. بنحشيها من جوه الاول، وبعدين احط بين الجلد واللحم كده بحط فريك، ومش بنجبسها قوي عشان لما تستوي ما تفرقعش معانا. يعني نحط كمية صغيرة، وبعدين بسدها، بحط الكبدة والقنصة بقفلها بيها كده واكتفها عشان الفريك ما يقعش مننا. وكمان هقول لكم نعمل ايه تاني عشان نضمن كمان انها الفريك ما يتفضاش معانا في الحلة. بعد ما حشيتها كده ببتدي احشي الحصلة بتاعتها، واحط فيها على قد ما تاخد، ما اكبسهاش قوي برضو عشان ما تفرقعش معايا في الحلة وهي بتستوي. تمام، انا حشيتها وهقول لكم برضو نقفلها ازاي عشان ما تتفضاش معانا من الفريك اللي فيها. بجيب خيط كده والفه على الرقبة عشان الفريك ما يتفضاش معانا اللي في الحصلة بتاعتها كده بالشكل ده. وبعد ما اخلصهم كلهم هشطفهم، وبعدين الف برضو خيط على على الحمامة من تحت عشان اضمن برضو ان هي ما تفكش معايا او تفضي الفريك اللي فيها. وبعد ما نسلقهم بشيل الفتلة ديت، وبعدين نحمرهم. هنبدأ نسلق الحمام. معانا حلة فيها مية مغلية، بنزل فيها الحمام كده بالراحة، وبعدين معايا جزر وبصلة ومرقة خضروات وورق لورا وكبابة صيني، بحطهم وهحط معاهم ملح وفلفل، واسيبهم بقى لحد ما يستووا. هنا هنعمل الملوخية. معانا حلة فيها شوية شوربة وهنحط عليها الملوخية. وطبعا اللي مش بيعرف يقدر كمية الشوربة على الملوخية وتطلع خفيفة خالص معاه، يحط شوية شوربة قليلين ويحط الملوخية ويقلبها. لو طلعت تقيلة بيحط عليها شوية شوربة كمان، واحدة واحدة، لحد ما تديك التقل اللي انت عايزه. طيب تمام كده. تعالوا بقى نعمل الطشة بتاعة الملوخية، واقول لكم بقى على الخطوات اللي تخلي الملوخية تطلع خضرة وحلوة وتطلع مظبوطة معانا. معايا طاسة فيها سمنة، بحط عليها كمية من الثوم حسب كمية الملوخية اللي انا هعملها.
بحط عليها ملح وشوية شطة ومعلقة من الكزبرة الناشفة بتخلي الملوخية طعمها حلو، وهقلبها كويس واسيبها بقى تستوي براحتها كده لحد ما تاخد اللون الذهبي، وبعدين نطش بيها الملوخية. الملوخية بتطلع لونها اخضر ليه؟ احنا واحنا بنغسل الملوخية مش كل ما بنغسلها نعصرها، لا، نعصرها في الاخر خالص. لو عصرناها كتير كل غسلة نعصرها من المية اللي فيها هتسود معانا قبل ما نخرطها وهيبقى لونها غامق ومش حلوة. تمام كده. معانا بقى الطشة خدت اللون الذهبي الحلو، وهنطشها في الملوخية ونقلبها كويس وتغلي غلوتين، وبعد كده نطفي عليها. شايفين لونها اخضر زي ما قلت لكم كده. بنغسلها كذا مرة وما نعصرهاش، نحطها في مصفى تتصفى لحد اخر مرة نغسلها فيها نعصرها بقى ونسيبها تنشف ونخرطها. بعد ما الحمام اتسلق هنجيب طاسة فيها سمنة، احط فيها شوية ملح وفلفل اسمر، وهبتدي احمر الحمام. في التسوية طبعا خد معايا من 3/4 ساعة لساعة واستوى بقى كويس. هبتدي انزله في الطاسة كده واسيبه يتحمر براحته لحد ما يبقى بالشكل الحلو ده، وكده يبقى تمام، ونقدمه بألف هنا وشفا. وبكده خلصنا اكلتنا النهاردة. الملوخية حلوة ازاي، وعملنا رز حبة وحبة، وشايفين الحمام وجماله. الفريك فيه مفلفل وحلو ومش معجن خالص، عشان ما نقعناهوش غسلناه وحشينا بيه على طول. لو كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا والفيديو عجبكم ياريت تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، شيروا الفيديو لاصحابكم، علقونا لو بكلمة واحدة عشان الفيديو يوصل لعدد كبير من الناس. اشوفكم على خير، باي باي.